اهلا بيكم يا احلى جمهور في الدنيا. نشرتكم اليومية اللي بنجمع فيها كل جديد عن ابطالنا المصريين في الملاعب الاوروبية والعالمية. النهاردة عندنا اخبار من العيار التقيل. هنتكلم عن نجمنا محمد صلاح وتأثيره الكبير على نادي طرابزونسبور. هنتكلم عن نجم السيتي عمر مرموش وصراع الاندية الانجليزية لضمه. هنتكلم عن النجم هيثم حسن نجم المنتخب المصري واسرار اختياره للانتقال الى سيلتيك الاسكتلندي. هنتكلم عن نجم برشلونة الشاب حمزة عبد الكريم وخطة برشلونة الشاملة لتطويره. يلا بينا نعرف كل تفاصيل النشرة. محمد صلاح يضع طرابزونسبور على خريطة العالم. 106 مليون متابع، بسم الله ما شاء الله. 106 مليون متابع لمحمد صلاح على منصات التواصل الاجتماعي، وده بيدي تأثير فوري وغير مسبوق في تاريخ النادي التركي وتاريخ الدوري التركي أكمل. النهاردة الصحافة التركية سلطت الضوء على التأثير الجماهيري والتسويقي الكبير جدا للنجم المصري محمد صلاح بعد انضمامه الى صفوف طرابزونسبور التركي، واكدت ان انتقال قائد المنتخب المصري يمثل اضافة قوية جدا للنادي التركي على المستويين الاعلامي والتسويقي. الصحافة التركية كشفت ان صلاح يحتل المركز السابع عالميا ما بين اكتر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعدد يصل الى 106 مليون متابع، وده رقم كبير جدا بيعكس حجم الشعبية الجارفة اللي بيتمتع بها صلاح حول العالم. يتربع على القمة طبعا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي 964 مليون متابع. طبعا النجم ليونيل ميسي في المركز الثاني 633 مليون، ثم نيمار 398 مليون، ويأتي صلاح في المركز رقم 7 106 مليون متابع. مع انضمام محمد صلاح الى نادي طرابزونسبور التركي بيدي دفعة قوية جدا للنادي التركي من حيث الناحية التسويقية والإعلامية والرقمية في ظل قاعدة الجماهير الضخمة التي يمتلكها اللاعب المصري حول العالم. وجود محمد صلاح هيساهم بشكل كبير جدا في زيادة معدلات متابعة طرابزونسبور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعزيز انتشار العلامة التجارية للنادي التركي في المنطقة العربية والأسواق العالمية بالتزامن مع الاهتمام الإعلامي الكبير اللي يحصل عليه النجم محمد صلاح. دفعة قوية جدا لنادي طرابزونسبور التركي وصفقة ناجحة منذ البداية للنادي التركي. شفنا مبيعات قمصان محمد صلاح أرقام كبيرة جدا، شفنا تذاكر المباريات بتتباع قبلها فترة أول لما أعلنوا عن صفقة محمد صلاح. شفنا قفزة كبيرة ونوعية في منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة لنادي طرابزونسبور التركي وبالنسبة للدوري التركي أجمع. إذن صفقة محمد صلاح هتديهم إضافة فنية في الملعب وإضافة من الناحية التسويقية والإعلامية والرقمية، لأنه لاعب يتمتع بشعبية كبيرة جدا في العالم. 105 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، ده رقم أكبر من عدد متابعي كل الأندية التركية مجتمعة. ننتقل للخبر الثاني اللي هنتكلم فيه عن النجم حمزة عبد الكريم وخطة تطوير شاملة من هانز فليك المدير الفني لبرشلونة. نادي برشلونة يواصل العمل على تطوير المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بعد ما قدر المهاجم يلفت الأنظار خلال الفترة الماضية، فترة الإعداد، علشان يحظى بثقة كبيرة جدا من هانز فليك اللي شايف فيه مشروع قادر على الاندماج مستقبلا ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة، اللي بيستعد طبعا لمواجهات ودية أبرزها طبعا مواجهة النادي الأهلي يوم 19 أغسطس اللي جاي بعد 10 أيام من دلوقتي في بطولة كأس خوان جامبر. شبكة ذا أتليتيك كشفت إن برشلونة يعمل على تطوير عدد من الجوانب الفنية لدى حمزة عبد الكريم، خاصة تحركاته خارج منطقة الجزاء وقدرته على الربط ما بين الخطوط بما يتناسب مع فلسفة التيكي تاكا المعروفة عن برشلونة. الحس التهديفي اللي بيملكه حمزة عبد الكريم يظل أحد أبرز الأسباب اللي دفعت برشلونة إلى الاهتمام بتطويره، وشايفين أنه لاعب مميز جدا وهيكون مستقبل هجوم برشلونة خلال السنوات اللي جاية.
حمزة عبد الكريم تلقى دفعة قوية بعد ما اعتمد عليه المدرب هانز فليك أساسي للمباراة الثالثة على التوالي خلال فترة الإعداد. شفناه بالأمس أمام نوتنغهام فورست. المباراة طبعا كانت من شوط واحد. المباراة انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، في مؤشر واضح وكبير على رغبة المدرب هانز فليك في منحه مزيد من الخبرة والاحتكاك مع الفريق الأول. تقارير صحفية كشفت عن تفكير هانز فليك في منح أو في بقاء حمزة عبد الكريم وعدم عودته إلى فريق الرديف، وإن شاء الله هيكون متواجد مع الفريق الأول خلال الموسم اللي جاي، خاصة مع اقتراب أو أنباء رحيل المهاجم فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، وفي ظل عدم نجاح برشلونة حتى الآن في التعاقد مع صفقة هجومية. ده بيدي فرصة كبيرة جدا لحمزة عبد الكريم انه يتواجد مع الفريق الاول. طبعا في كلام عن صفقة جوليان الفاريز مهاجم اتلتيكو مدريد، في كلام عن اللاعب المهاجم اوسيمين، ولكن حتى هذه اللحظة لم تنجح برشلونة في اي صفقات في مركز المهاجم الصريح. وكمان رحيل فيران توريس ده هيكون فرصة العمر وفرصة تاريخية لحمزة عبد الكريم انه يتواجد مع الفريق الاول. زي ما قلنا لحضراتكم، برشلونة هيلاعب النادي الاهلي يوم 19 اللي جاي ان شاء الله في بطولة كأس خوان جمبر. دي فرصة كبيرة جدا لابننا حمزة عبد الكريم علشان يلعب قدام جمهور النادي الاهلي، وده هيكون حدث خاص جدا للاعب المصري اللي بدأ طبعا مسيرته في النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله لنجمنا حمزة عبد الكريم، مهاجم واعد جدا لبرشلونة وللمنتخب المصري. كمان هننتقل الى النجم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. عمر مرموش النهارده كان بيلعب مباراة ودية مع السيتي امام اتلتيكو مدريد. عمر مرموش شارك في المباراة كبديل، في دقيقة واحدة او في دقيقتين سجل هدفين بطريقة مميزة. ولكن رغم ان عمر مرموش ابتدى بشكل رائع وسجل هدفين خلال هذه المباراة، ولكن احتمالية رحيله عن السيتي كبيرة جدا. النهاردة كمان المدرب ماريسكا بعد المباراة قال ان عمر مرموش هو اللي هيحدد مصيره، وانه هو اللي هيختار الفريق اللي هيروح له. معنى كده ان عمر مرموش قريب من المغادرة من السيتي بنسبة 90%. التكهنات تزايدت حول احتمالية انتقاله الى احد الاندية الانجليزية، في كلام عن نادي توتنهام. ايضا نيوكاسل دخلت على الخط. كمان خلال الايام اللي فاتت كان في كلام عن نادي برشلونة الاسباني وانه عايز عمر عبد الكريم. ولكن بالنسبة لموضوع برشلونة علشان تكونوا في الصورة، برشلونة هدفه الاساسي هو المهاجم جوليان الفاريز مهاجم اتلتيكو مدريد. ده بالنسبة له الاولوية وده الهدف الاساسي. ولكن في حال فشل التعاقد مع جوليان الفاريز، برشلونة هيتجه بقوة خلال الايام اللي جاية للتعاقد مع عمر مرموش، خاصة ان عمر مرموش سعره هيكون اقل من جوليان الفاريز، لان نادي اتلتيكو مدريد طالب مبلغ خيالي، بيتكلموا في 150 او 140 مليون يورو. ولكن مانشستر سيتي ممكن يوافق على انتقال مرموش الى برشلونة ب60 مليون يورو. انا شخصيا اتمنى ان مرموش ربنا يكرمه وينتقل لبرشلونة. عمر مرموش لو راح برشلونة هيلعب بشكل اساسي، لان برشلونة ما عندهمش مهاجم، وبالتالي فرصة انتقاله الى برشلونة رغم انها صعبة لانها مرتبطة بفشل برشلونة في الميركاتو، ولكن لو راح برشلونة هيلعب بشكل اساسي. كمان النهاردة نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي ظهر كواجهة محتملة للنجم المصري. الصحافة الانجليزية قالت ان نيوكاسل يرغب في التعاقد مع مرموش، وان النادي عرض حوالي 60 مليون يورو للحصول على مرموش. نتمنى التوفيق للمهاجم المنتخب المصري خلال الفترة اللي جاية. ننتقل الى مهاجم اخر من نجوم المنتخب المصري، وهو اللاعب هيثم حسن نجم المنتخب المصري اللي عمل مونديال رائع جدا مع المنتخب المصري. شفناه في مباراة استراليا ومباراة الارجنتين، كان لاعب فوق العادة، وده جذب انتباه العالم كله اليه. هيثم اقترب بشكل كبير جدا من نادي سيلتيك الاسكتلندي. الصحافة الاسبانية النهاردة اتكلمت وقالت ان هيثم بنسبة كبيرة جدا خلاص هيمضي مع سيلتيك الاسكتلندي. وكمان قالوا ان هناك بعض الاسباب
اللي خلت هيثم حسن يختار سلتك الاسكتلندي، لان كان في ايضا عرض من نادي مارسيليا الفرنسي، وقالوا ان هيثم حسن هينتقل الى سلتك الاسكتلندي بحوالي 11 مليون يورو. في النهاية لو وصلت معانا لنهاية الفيديو اعمل لايك، اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.